تحبي اجيب لك حد يظبطهولك على مقاسك يا حبيبتي؟ والله العظيم ما قصدي، انا بس كنت بشوف لونه بس في المرايه عشان عينيا مزغلله. ده اسود ده ولا كحلي؟ ده نهارك اللي كحلي، فستان ده هحرقه. فيها على الصبح. والله العظيم ما قصدي، انا بس بشوفه اسود ولا كحلي. امشي نجري على المطبخ والفطار يبقى جاهز في 10 دقايق. يلا. حاضر. ما تهدي شويه يا مروه، في ايه؟ هم عشان فصلوكي من الشغل الله يهمك في الغلابه دول؟ لا ما انا مش مجنونه على فكره، ومحدش غلبان غيرنا يا حبيبي، انت ما تعرفش الاشكال دي. يا حبيبتي نعيمه واللي عملته حاجه والبت دي حاجه تانية. بطلي افترا، ما تاخديش حد بذنب حد. يا حبيبي كلهم نفس الطينه، انت مش فاهم عينين الطبقه دي بتبقى عامله ازاي. انا بجد عينين البنت دي بتخوفني، دي كل ما تبص في حاجه يا تبوظ يا تتحرق يا تتنتش. طب تراهن كلها كام يوم الفستان ده هيجرى له حاجه. ما هو زي ما انت شايفه الناس اللي بتشتغل عندك كده، الناس اللي اعلى منك وانت بتشتغلي عندهم هيشوفوكي كده. احنا كلنا خدامين يا بنتي. لا يا حبيبي روح انت بقى خد شاور وخليك في الجيم بتاعك وبلاش فلسفه. ثلاثة بالله العلي العظيم وحياة بناتي ما اعرف السكينة راحت عنده ازاي. انا هصدقك يا نعيم، بس لا النيابه ولا القاضي هيصدقك. السكينه بتاعتي ومتعلمه والراجل اللي اتقتل بيها، فلو عايزاني اساعدك قولي لي السكينه دي ممكن نوديها له هناك. وانا هخبي عليك ليه يا بيه؟ انا بيتي مفتوح من الناحيتين، النسوان والزباين داخلين خارجين، اولاد الحرام كتير يا بيه. ممكن يكون حد لقطها كده ولا كده عشان يلبسني التهمة. زي مين؟ مين اللي ليه مصلحه انه يقتله؟ يا بيه انا ما اقدرش اقول مين ولا اقدرش اتهم حد، لكن المنطقة بتاعتنا فيها شمامين وفيها ارزقية، انما ما فيهاش مجرمين وقتالين قتلة. وبعدين الحتة كلها كانت عايشة في خير الحاج فتحي، ده كان مسلف المنطقة كلها. اي نعم كان بياخد بالفايدة، لكن عمره ما زنق على حد. مفيش حد من مصلحته ان هو يقتله. لا في. مين يا بيه؟ انت يا نعيم، مش كان هيحبسك امبارح ورحتي ضربتي انت والبغل اللي واقف بره؟ والموضوع اتلم يا بيه وما قدمش وصل واحد والبلاغ خلص. ده الحته ما نامتش طول الليل من كتر الزغاريت لما عرفوا ان انا والحاج فتحي هنتجوز. ومين كرم ده بقى؟ ابن اخويا الله يرحمه. انا عارف انه ابن اخوك، تعرفي عنه ايه؟ كان غايب كده بقاله فتره بيدور على لقمه عيش. وليه خليتيه يضرب فتحي؟ لا يا بيه ما خليتوش، اي حد يسمع الكلام اللي اتقال على عمته كان يعمل اكتر من كده. وكرم ده كان فين امبارح بالليل؟ رجع من القسم وطلع على اوضته طوال. ما نزلش تاني؟ ما قالكيش حاجه؟ لا يا بيه انا كنت ناويه اصالحهم على بعض. طب تفتكري واحد زي كرم ده ممكن يقتل؟ لا يا بيه ده غلبان. عايز يا منيل؟ بقول لك ايه، انا مش فاضيالك، كان لسه عندي شغل. ايه؟ نهار اسود، نعيمة مين دي اللي تقتل؟ انت ضارب حاجة على الصبح؟ اللي هو ازاي يعني؟ والسكينة ايه دي؟ تقتل وسكينه؟ في ايه يا بت؟ اقفل دلوقتي اقفل. وبعدين انت قاعده ترغيه على التليفون وسايبه الحاجه تتحرق على النار. معلش يا ست مروه انا خلصت اهو خلاص والله. ايه بقى اللي انت بتقوليه ده؟ في ايه؟ ده نعيمة، حد من الحتة بيقول لي انه قبضوا عليها ليه متهمينها بقتل الحاج فتحي. قتل؟ نعيمه بتقتل؟ ظلم والله العظيم، ظلم اكيد وافتراء. لا يا حبيبتي ده ربنا هو اللي بيخلص. احكي لي بقى ايه الحكايه بالظبط؟ احكي ايه بس يا ست مروه؟ انا لازم اروح لها. تروحي فين؟ انت مش لسه وراكي شغل هنا؟ وبعدين انت مش هتمشي بقى من هنا غير لما تحكي لي الحكايه دي كلها. قتل ايه وفتحي ده مين؟ هلا متخلفه دي ما كلمتكيش؟ مين المتخلفه؟ منا. لا ما كلمتنيش. مش فاهمه، وبكلمها كمان ما بتردش، مستغنيه يعني قوي بيوحمها. ده انا دخلتها امبارح بالزق. اكيد في حاجه، دي كانت هتموت نفسها امبارح على الشغلانه. طبعا انت كده الشغلانه طارت منك صح؟ شغل ايه وبتاع ايه بس في اللي احنا فيه ده؟ انا قلبي مقبوض وحاسه اليوم ده مش هيعدي على خير. انت بتاكل يا استاذ؟ سايبها قاعده لوحدها جوه وقاعد انت بتاكل؟ عايزين اعمل ايه يعني يا بنتي؟ ادينا مستنيين. مستنيين؟ هو انت مش المحامي بتاعها برضو؟ حياتك المحامي بيحضر في النيابه مع المتهم، وانت بنفسك شفت حاولت احضر معاها ما عرفتش. نيابه ايه دي ان شاء الله؟ هو احنا لسه هنروح نيابه؟ مش هناخدها معانا واحنا مروحين؟ دي قضيه قتل مش هزار، فيها نيابه وتحقيقات، لسه المشوار طويل. نعم. يعني ماما هتبات في الحجز النهارده؟ للاسف هو انت مالك بتتكلم بهدوء اعصاب وروقان بال كده ليه؟ لا حول. هو انت مش المحامي بتاعها برضو المفروض تعمل حاجه؟ ايه ده يا منى مش كده؟ انت تسكت خالص. طب ليه كده طيب؟ بقول لك ايه يا عم، انت فكك مني. هنا مفيش لف ولا دوران وكل حاجه هتبان. ماشي يا بنت الناس.
ماما انا مش قلت ما تجوش هنا؟ ماما والنبي حرام عليكي بقى، قولي لنا قال لك ايه؟ ولا قال حاجه ولا عاد. حسبي الله ونعم يلا يا ست الوكيل. من هنا. استنى بس يا اخويا، خدوا بالكم من بعض. ها؟ خد بالك انت بس من نفسك يا ماما. بقى ايوه. بلغوا يا ابن الحاج انه واقف بره. انت يالا يعني انا لو عايز اقتله هعملها معاه في بيته قدام صبيان وابنه كمان، لو اسيب السكينه جنبه؟ اديني عقلك يا باشا. يالا مش ضربه قدام المنطقه كلها؟ حلو قوي، يعني انا بقى ضربه بالنهار واروح اقتله بالليل؟ ازاي يعني يا باشا؟ تعليك ثواب يا يالا. ابيض يا باشا، طاقتي عند حضرتك تقدر تكشف عني. هنكشف يا حبيبي ونشوف كل حاجه. انت كنت فين قبل ما تيجي المنطقه؟ كنت بشتغل سواق بس كل شغلي كان في البحر الاحمر. وايه اللي رجعك المنطقه دلوقتي؟ امر الله، حظ الهباب. الثوره خلت حاجه يا باشا على حالها. ثوره؟ يا عسكري خدوا بره لحد ما نشوف بقيه الناس. الواد ده بيتكلم صح. مش معقولة يعني قتل بأداة زي دي واسيبها جنب جثة أدري. ولا حتى نعيمه. المفروض كده كده هنوديها النيابه يتعمل معاها الاجراءات اللازمه عشان بس السكينه بتاعتها. المنطق الوحيد بيقول ان في حد هو اللي لبسها له. شكلك واصل لحاجة. يعني مش قوي، بس ابنه الكبير الحاج نور ده مش مريح. منى يا منى، نعيمة عاملة ايه دلوقتي؟ كويسه الحمد لله، ربنا يسترها. ان شاء الله ربنا هينصرها وهيظهر الحق. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ندى يلا يا حبيبتي هاتي. الحمد لله على السلامه. الراجل الحرامي مديني الكوسه ب7 جنيه ونص ويقول لي سعر الدولار. ان شاء الله يا رب يولع بيهم. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش هما كلهم بقوا كده. لا يا اختي انا تعبت، دي ما بقتش عيشه دي. معلش يا حبيبتي، استهدي كده بالله. انا عارفه ان حملنا زاد عليكي، بس بكره ان شاء الله تتعدل وتفرج وتبقى زي الفل، وهتشوفي وتقولي عبير قالت. يا اختي انا رحت اجيب كيس رز لقيته ب10 جنيه، رجعته قلت بلا رز بلا زفت. بترمي عليا وفاء؟ ما انا كنت بطفحك لما كنت شغال، حصل ايه دلوقتي؟ حصل ان احنا مش عارفين نعيش يا اخويا والله. انا مرتبي مرتب حكومه، يعني ما بيكفيناش اسبوع في الشهر. مش هيكفينا ولا مش عارفه تدكنا عشان جهازك؟ ياما لا في حد هيجي ولا هيعتبها. جرياتها ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما يصحش كده. لا يا اختي سيبيه يقول اللي هو عايزه، ما حدش هيجي يا طه، وانا هطلع لك الفلوس اللي محوشاها وخدها يا اخويا واصرف علينا، وبقى وريني هتصرف علينا ازاي. بس يا وفاء اهدي، طه ما يقصدش، ده بيهزر معاكي يا بنت. انا ما حدش يقول لي اهدي، انا خلاص يا اختي قلت اللي عندي وانتوا حرين بقى، عايزين تسمعوا الكلام انتوا حرين، غير كده انا قلت اللي عندي. عبير مش هتشتغل يا وفاء، مش انا اللي مراتي تصرف عليا. ما تشتغلش ليه يا اخويا؟ هي ناقصه دراع ولا ناقصه رجل؟ ربنا يستر ما بقاش انا اللي ناقص رجلي يا وفاء. متشكرين. مش القصد، بس انا يا اخويا ما بقاش طول الليل والنهار دايره زي النحله وهي قاعده في البيت مستتته جنبك. هو مين بيعمل لك الاكل يا وفاء؟ انت مش بترجعي من بره